اهلا حبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم جيده. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد وفي موضوع جديد. بدون مقدمه ندخلوا مباشره في الموضوع. كيف ما كتشوفوا من العنوان، اليوم غادي نتكلموا على الخصوصيه، اللي هي عباره على واحد المساحه كتكون خاصه بك، كتحتفظ بها على بزاف ديال الامور، على تفاصيل يومك، على مشاعر، على افكار، على تجارب، على ماضي متعلق بك، على العلاقات السابقه، بزاف ديال الحاجات. يعني هذه المساحه كتضمن جميع الاسرار الخاصه بك. الخصوصيه هي كتحمي السلامه ديالك النفسيه، والعلاقه ديالك كتكون متوازنه. السؤال المطروح: واش ضروري ان الحبيب ولا الحبيبه، الاقرباء، الاصدقاء، العائله يعرفوا التفاصيل ديال حياتك؟ خصنا نفهموا بانه الا حكيتي على الاسرار ديالك وعلى التفاصيل اللي كتعلق بك وعلى الافكار وشاركتيها مع ناس اخرين، هنا غتوقع في الكثير من المشاكل. اول حاجه غادي نتكلموا على العلاقه العاطفيه. بزاف ديال الاشخاص كيظنوا بانهم الا شاركوا التفاصيل ديال حياتهم والاسرار ديالهم وتقاسموها مع الشريك غادي يكونوا في محطه الامان، يعني العلاقه غادي تكون مزيانه وغادي تكون مستقره، وزيد وزيد وزيد. وهذا تفكير غلط. بالعكس، راه الثقه ما كتكونش مبنيه على انك تعاود كلشي، لا داعي. الشخص الاخر اللي هو معك في العلاقه راه تا هو عنده التزامات ديالو، تا هو عنده مشاكل ديالو، تا هو عنده افكار كيفكر فيها باستمرار، يعني العقل ديالو خدام. ما كاينلاش نتعبوا معانا وندخلوا في متاهات بشكل مستمر. خليكم دابا في التفاصيل باش نفهموا. بالنسبه للعاطفه، كتوقع في سوء الفهم، في الشك، كيقلل منك، يولي يشوفك بانك محتاج ليه، وباللي شخصيتك ضعيفه وما عندكش واحد الاكتفاء ذاتي، يعني انت ضعيف. اللي كيتهمك باشياء اللي انت بعيد عليها كامل البعد، كتولي عنده مكشوف بدون قيمه، مابقاش عنده واحد الحماس وواحد الشغف باش يكمل معك العلاقه. وبحال هكا كتكون الامور. منين كتبوح وكتكلم امور مهمه ولا امور بسيطه كتعلق بيك، بعض المرات كتكون تافهه، خاصك تفهم بان الشخص اللي كيسمع ليك راه ما كيكونش مرتاح كيف ما انت كتظن. بالعكس تماما. انا كنتكلم على في حاله الاستمرار، يعني التكرار. الا كنتي من داك النوع ديال الاشخاص اللي دائما تيحكيو، كنقولوا حنايا كيكونوا فيهم الترتره، يعني كيبقاو يعاودوا بزاف، ها شنو درت، ها فين مشيت، ها شنو كليت، ها شنو، بزاف ديال الامور كيعاودوها، ما كيستروا حتى شي حاجه. هاد التصرف هذا خاطئ مع الشريك، مع الاصدقاء، العائله، مع الناس بصفه عامه. بالنسبه للناس اللي فيهم الطبيعه هذه، خاصهم يفهموا بان اغلب المشاكل اللي عندهم في حياتهم بسبب هذه الصفه. الكلام عنده القاعده ديالو، عنده الزمن المناسب والوضعيه المناسبه. المشكل اللي ممكن يوقع لك الا كنتي من هذا النوع اللي ما كيستر حتى شي حاجه واللي كيعاود كل صغيره وكبيره، هو اول حاجه كيوقع سوء الفهم. بعض المرات كتحكي على مواقف اللي كتكون فيها انت الضحيه، يعني الماتك وجرحاتك من طرف ناس اخرين. هنا خصك تفهم بان الحبيب ديالك راه ماشي كيكون معاك يعني في الصف ديالك بطبيعه الحال، هو ماشي غبي، يعني ما غاديش يبين لك هذا الامر، ولكن يكونوا متاكدين 100% بانه كيولي كيشك فيك انت، يعني كيقول ان هذا الانسان او هذه الانسانه هو اللي فيه المشكل. الا كان شي شخص كيبقى يعاود لكم كل صغيره وكبيره وكان كيشكي وكيبقى يعاود على الناس بكثره، بطبيعه الحال كتولي كتشك فيه هو، يعني كتقول هذا هو عنده مشكل مع الناس. ما يمكنش داك الناس كاملين يكونوا ظالمينه ويكونوا معدين عليه. من بعد سوء الفهم وانه كيولي كيشك فيك وفي التصرفات ديالك، وبانك انت اللي خاطئ وانت اللي عندك مشكل نفسي او مشكل في التعامل مع الناس اخرين. الثاني اللي كيوقع هو الملل، يعني انت كيف ما تنقولوا حنا كتعبوا نفسيا، كيولي محاماش انه يسمعك، ما عندوش الرغبه انه يسمعك وانه يفهمك. انت كتستنفذ الطاقه ديالو. ما ننساوش بان هذا الامر متكرر. كل واحد الانسان العقل ديالو متعب، ما قادرش انه يتصنت وما قادرش انه يتجاوب معاك وانه يعطيك حلول وزيد وزيد وزيد. هنا كنطيحوا في ديك الكلمات المتقاطعه اللي كتستقبلها منه في داك اللحظه عباره على بصح هادشي كاين، كنقولوا حنا كيساوي معاك بين قوسين، يعني كيولي غير كيدير لك خاطرك
باش يدوز لموضوع اخر، حيت هو ببساطه ولا كيجيه الملل، ولا هادشي كيجيه شي حاجه اللي هي اعتياديه. هنا كطيح انت في واحد الموقف ديال الصغير، كتولي صغير امامه، هو كيولي كيشوفك بانك انت انسان محتاج، انك ما عندكش واحد الاكتفاء ذاتي، هو ضروري خصو يساعدك او ناس اخرين خصهم يساعدوك، كتولي انك انت عندك واحد النقص. المشكل الثالث اللي ممكن يوقع واللي هو تكمله ديال الكلام اللي كنت كنحكيه، المشكل الثالث هو انه كيولي يشوفك ضعيف الشخصيه وانك انت محتاج ليه، هو تيزيد في الغرور ديالو وتيحس بنفسه وزيد وزيد وزيد. يعني هنا كتزيد كترفع عليه من الانا ديالو، يحس بنفسه بانه قيمه وبانه هو السند ديالك وبانك ضروري خصك تبوح ليه باش هو يساعدك وزيد وزيد وزيد. يعني كتولي انت صغير وهو تيكبر. رابع شيء كتولي مكشوف، يعني ما كتبقاش داك الخصوصيه عندك. في هذه الحاله ممكن يبحث شخص اخر يبدا معه علاقه جديده. طلب لي اصدقائي لهذا الموضوع، حاولوا بانكم ما تكونوش كتكلموا بزاف، حاولوا بانكم تضبطوا نفسكم وتحكموا في الافكار وتحكموا في نفسكم، يعني ما تخليش نفسك هي اللي تتحكم فيك. وهنا غادي ندخلوا الجزء الثاني اللي هو العائله والاصدقاء والمحيط ديالك، يعني بعيدا عن العاطفه. يا اصدقائي، هذا الموضوع ديال اليوم راه مهم جدا، راه هو السبب ديال بزاف ديال المشاكل كيعانيو منها الناس. راه منين كتبوح بسرك ومنين كتعترف الناس اخرين وكتشارك معاهم كل صغيره وكبيره، كونوا متاكدين من واحد الشيء، انه في حاله ما كتقطع العلاقه معاهم وكتوقعوا في الخصام، اول حاجه هي انهم كيجبدوا لك الدوسي ديالك كامل، كيف ما تنقول كيوليو كيشتموك وكينقصوا منك بالكلام اللي انت نطقتيه، يعني بشي حوايج اللي انت اعترفتي بهم. ما تعطيوش ناس اخرين سلاح باش يهجموا عليكم، راه الثقه ليست موجوده. اسرارك احتفظ بها لنفسك، ما كيعنيش بانك انت كتكذب او لا كتخفي الحقيقه، انت كتحترم نفسك، هذا كيبقى قرار شخصي. انا ما بغيتش نحكي، ما بغيتش نعاود، هذيك حياتي الشخصيه، هكا خصكم تكلموا مع نفسكم. انا عندي اكتفاء ذاتي، يعني قادره بانني نستمر بلا ما نشارك معاك وبلا ما تعرف عليا بزاف الحاجات، سواء داز او لا غادي نمر بها. بحال الضروره حكيو الناس اللي كيحكيو ليكم. بالنسبه للعائله والاصدقاء وما الى ذلك، كيوقعوا مشاكل كيف ما ذكرت في السابق، يعني بحال الشكل ديال العاطفه كتولي في عينيهم انت اللي ما مزيانش. ما يمكنش داك الناس كاملين يكونوا غالطين في حقك ويكونوا ظالمينك. كتولي انت شخص مكشوف، القيمه ديالك كتنزل. ما تنساوش باللي الا كنتي من النوع اللي كيعاود التفاهات وكيعاود شي حوايج اللي هما حامضين كيف ما تنقولوا حنايا، هنا كطيح في انك انسان ضعيف الشخصيه. هنا كتولي القيمه ديالك كتنزل وكتهبط واحد الوتيره ما يمكنش، يعني رهيبه. الناس ما كيبقاوش يحترموك، كتولي صغير، كتولي انسان بدون قيمه، كيحتقروك، انسان مكشوف، امورك مكشوفه من حاجه صغيره اللي هي عباره عن كلام كيتكونوا مشاكل كبار اللي هما كيعقدوك في حياتك. حاجه كتمر منها، سواء احتقار سواء عزله، ان الناس كيظنوا فيك حوايج خايبين، راه من نفسكم. يعني احنا البشر دائما كنفهموا الامور عكسيه، قليل اللي غادي يجي منك. بزاف الناس غادي يهاجموك انت كيف ما ذكرت. ما فيها بس انك تضبط نفسك وتتحكم فيها. الا ما كانش عندك هذه الميزه حاول انك تكتسبها. وغادي نتكلم على هذا الموضوع في فيديو واحد اخر من طبيعه الحال ان شاء الله. الموضوع ديالنا اليوم كيبان سهل، كيبان تافه، كيبان لا شيء، ولكن القيمه ديالو كبيره والتاثير ديالو كبير على حياتنا. هذا الامر هذا هو كيسبب لك بزاف ديال المشاكل في العلاقات ديالك مع الناس، في العلاقات ديالك مع الشريك. يعني انت كطيح بزاف ديال المشاكل بسبب ديال الصفه هذه اللي هي عدم الخصوصيه، انك انت كتقاسم كل كبيره وصغيره مع ناس اخرين، انك ما كتستر حتى شي حاجه، انك انت دائم الشكوى، كتبقى تشكي باستمرار وكتسنى من اطراف وحدين اخرين يلقاو لك الحل. هنا كتولي انت في واحد الوضع ديال الضعف، تولي ضعيف الشخصيه وكتفقد القيمه ديالك، كتولي انسان مكشوف وكتوقع في الاحتقار، كتوقع في عدم الاحترام، الناس ما كيحترموكش، كيوليو الناس يشوفوك بانك غير مؤهل باش يعتمدوا عليك. يعني انت دائما اللي كتعتمد عليهم
وانت اصلا في حاجه ليهم. غادي نجاوبكم على واحد السؤال بسرعه. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الكفاءه باش انهم يحافظوا على الخصوصيه وانهم يغيروا من الطبيعه هذه، تعلموا بانكم تنطقوا بالكلمه ديال لا. ماشي كل سؤال لازم تجاوب عليه. بالنسبه للناس اللي كيطفلوا عليكم حاولوا توضعوا لهم حدود سهله. كاينين بزاف د العبارات. اسمح لي ما بغيتش نتكلم بهذا الموضوع، كنفضل باني نحتفظ بهذا الموضوع بنفسي. بزاف ديال الخرجات كاينين. وضعوا حدود واضحه وتحكموا في اللسان ديالكم. ما تحشموش باش انكم تستروا شي حوايج، راه من حقكم. في الخاتمه حاولوا بانكم تضبطوا نفسكم، احتفظوا بالخصوصيه ديالكم وغادي تلاحظوا الفرق. نتوما غادي ترتاحوا نفسيا، غادي تكونوا في صحه نفسيه جيده وتكون الامور مضبوطه كيف ما تنقول. يعني احتفظ بالخصوصيه ديالك، غادي تزيد الثقه في نفسك وغتولي كتعتمد على نفسك. يعني انت غادي تكون السند لنفسك.